على اسكندريه كمان ان هي هم عندهم كورونا فتره طائفيه واحنا اكبر عديها له ماشي لان البلد دلوقتي مش مستحمله اي حاجه حصلت يا مساء ربنا يكرمنا. احنا بس يا كويس تدخل معانا حزب الحريه والعداله والمسلمين البرنامج اللي معاك ده ماشي ماشي يا شباب. خلاص انت واخويا الراجل النهارده الشباب اللي جميل واللي ما تختلفش في الدعوه اصلا دي واحنا هنظبط كل اللي انت عايزه هتعمله وتعالى بنتناقش مع بعض. عندك كتاب يا شيخ رقم هم لان النسخ اللي معانا قليله. معايا خدت ورقه انت من دي؟ ورقه لا ورقه يا استاذ. على فكره اقول لك على حاجه، احنا قبل الثوره دي كان الواحد بيستحي ان هو موجود في الزمن ده، بكلمك بجد. لكن لما ربنا كرمنا بالثوره ديت انا حاسس كان انا في حريه. انا بس فعلا الملخص يفرضوه مش عايزين اي حد. احنا بقى عايزين ايه؟ عايزين يبقى صوتنا مع باذن نقدر نبني ان شاء الله. هنا اهو بعدين واحنا متحدثين مع ناس كتير انا وراكم باذن الله ربنا يكرمك ان شاء الله. لا بكره على الجزيره يا عم. هي دي اشكال الصور. تعالى انت تعالى والله هي واضح يعني عندكم منزل عندنا احنا وراك انت مش عارف تبقى ورانا، عايز تبقى جنبي كتفك في كتفي. ما هو انت هقول لك حاجه حضرتك اللي في الصوره ماشي بس انا حابب الصوره انت ما انت تسوقني كده. هو ده اللي عايزين يملكوا معانا كده مش هنقع ان شاء الله. السلام عليكم. انت هتعرف رب اللي عليا انا مش هنقبض عليك والله. السلام عليكم. احمد الخندق الجميع الانتخابات يوم 28/11 ماشي. واحنا عايزين بقى ايه يعني بشروطك انت والعيله كلها ماشي. البطاقه دلوقتي حزب الحريه والعداله. سلم عليك ربنا عليك ربنا يكرمك ربنا يبارك لك في عمرك. ان شاء الله 3-4 4000 يعني. السلام عليكم يا حكيم. معرف الجامعة على طول اشتغل على الصحة. السلام عليكم عرب الشعب الحرية والعدالة والاخوان المسلمين. والله بقى البطاقة دلوقتي ماشي معانا فربنا يكرمك كده هتنزل ان شاء الله لما تحدد الاسماء. في تحالف اصلا محترم في تحالف يعني بص ناس يكفي هنا بتيجي على حاجه حصلت وعايز السلام عليكم ماشي ربنا يكرمك. الموضوع يا جماعه عشان بحيث ان احنا توافق مع احداث حاجه. احنا عايزين مصر تقف على مصر زي ما لا يخفى عليكم ان مصر بقى لها 30 سنه بتتدمر. فعشان نبنيها
لازم نبقى فيه همة، ولازم نستحمل مع بعض، ولازم نختار اللي يرضي ربنا. والله مستحملين والله عارفين اللي يرضي ربنا. هو ده هو ربنا خير من التوكلين كل واحد بيقول لك انا وانا انت بعقلك هتختار اللي ليهم 100 سنه خبره في شغل السياسه وفي انتخابات قبل كده هو كان يعني حكم التنظيم بين طلبات الناس ولا طلبات الناس كلها لكن الحمد لله رب العالمين ربنا خدت الناس اللهم صل على اقول لك عليه، اقول لك على البرنامج متأنجز كده وراح فين؟ السلام عليكم. يا ربنا يكرمنا برنامج احنا نفسنا والله ربنا يفتحنا القطاع عايزين ربنا يفتح حاجه وربنا مش هيفتح حاجه سنه الا اذا ولا ناس بتاخد ربنا ده من الاخر مع حضرتك ده ملخص للبرنامج كده حضرتك عايزين يعني هقول لك احنا عايزين نعمل ايه عايزين نعمل ايه التعليم عايزين نعمل ايه الشباب معانا يوم 28/11 وحزب الحرية والعدالة والعدالة الناس اللي هي عارفين من أجل البلد وعايزين تحكوا إلينا رزقكم اللي يحكوا إلينا عشان نرفع البلد دي لفوق إلا واردها كان على ربك حتميا وإن إلا واردها كان على ربك تحدي من نوع جديد حزب الوطني بدل نوع جديد وعايز يفرض نفسه وعايز يرجعنا لما كنا تاني فلما كناش متفقين وما كناش عارفين احنا هننتخب مين فكر لنا نفسنا رجعنا ورا ماشي فاحنا كلنا في سكه واحده يعني اللي بيجمعنا ان اريد الا الاصلاح الاصلاح بطريقه كذا وطريقه كذا بس المهم ان ايه نزق في السكه ربنا يكرمك جزاك الله خير. يا جماعه الانتخابات هنا عشان تدور طبعا الحريه والعداله حزب الحريه والعداله عايزين حريه وعايزين عداله الناس طلبت كفايه وربنا يوفق بأنه ان شاء الله ربنا هيجي توفيق ربنا وبهمتكم اولادكم بقى كلهم ان شاء الله السلام عليكم. الله يكرمك. السلام عليكم. ربنا يكرمك. كيف هتبطل 28/11 انا عايز العيله كلها تروح تدي حزب الحريه والعداله. انت بتحب الشيخ سعيد؟ الناس دي زي الشيخ سعيد بالظبط. من الاخر كده. الشيخ سعيد مين؟ ايوه ازيك يا عزت لحالك عامل ايه؟ ده لما توقيش ده لما توقيش هتبقى شركه لا والله معجبا مبروك والله لمين؟ لينا كلنا لمصر كلها ان شاء الله حزب الحريه والعداله اقرا كده عزت ده ملخص برنامج الحزب ماشي اقرا يا عزت ملخص البرنامج ربنا معاك السلام عليكم بايدينا نرفع البلد بخير السلام عليكم السلام عليكم محمد حسن الحريه والعداله